5 حلول لخياطة قماش القطيفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نشارك معكم أهم الحلول لمشاكل القطيفة أو قماش القطيفة. أول مشكل واللي هو تغير اللون، وهذا مشكل شائع بين الخياطات، يعني تلقى دايما عندهم مشكل الخياطات في الجروب تاع الخياطة، نلقى دايما هذا المشكل اللي يعانوا منه الخياطات هو تغير اللون. السبب في تغير اللون القطيفة أنه القطيفة جاية وبرية ولا فيها شعيرات كم الوبر، يعني كيكون عندنا اتجاه الشعرة راح يكون القماش تاعك شوية في الكلاغ، وكيكون عكس اتجاه الشعرة راح يكون في الفونسي كما راكم تشوفوا. لهنا أهم حاجة البنات أنكم تتبعوا دايما اتجاه الشعرة اللي راح يكون في الفصالة نتاعكم، ويعني ما تغيروهش إلى ديتو نفس اتجاه الوبرة ولا الشعر، كملوا كامل الموديل تاعكم بنفس الاتجاه، ولا كان العكس نفس الشيء. ودائما نطوو القماش على العرض نتاع القماش تاعنا، يعني 1.5 متر هذيك نطوها على 2، واما تفصل ما يسمى الداخل في الخارج، باش ما يكونش عندكم يعني تغير اللون ولا مشكلة تغير اللون. ما عليكم انكم ديروا 2.5 متر من القماش، هذا اللي راح يساعدكم في الداخل في الخارج، سينو راح يجيكم مشكل نتاع تغير اللون، لانه الداخل في الخارج كما شفتوها البنات نديروا جهة الاعلى وجهة الاسفل، يعني 2.5 متر راح يجيكم يعني راح يجيكم سوسوا وما يكونش عندكم مشكل تغير اللون. المشكل الثاني البنات اللي هو شائع هو انه كي تجي حتفصلي القطيفة راح تلقاي مشكل هو انزلاقها، يعني راح تجيك صعوبة انك تحكمي نفس المقاسات، وراح يكون هناك يعني تغير في المقاسات اللي رسمتيهم. لهذا البنات هنايا رانا رايحين هنا ترجع لي طريقة تاع طي القماش. هنا طي القماش يكون يعني الوجه الخارجي على الوجه الخارجي بهذه الطريقة، هكذا هذاك الشعيرات ولا هذاك الوبر راح يلصق في بعضه وما راهيش رايحة تلصق معاكم. المبتدئات إلا كنت يعني حبيتي حاجة واحدة أخرى تساعدك ما عليك إلا بالدبابيس، بهذه الطريقة البنات ما راهيش رايحة تزلق لكم تزلق لكم القطيفة. هذا المشكل الثاني ولا حل للمشكل الثاني، وانزلاق القطيفة عند الفصال. أما أما المشكل الثالث البنات وهو الخياطة. كي نجو نخيطو دايما نجينا نلقى ثاني هذا المشكل في الجروب تاع الخياطة، هو انه كي يخيطوا الجناب نتاع القندوره نتاعهم ولا الجبه تاعهم رايحه دير لهم تكماش في الجناب وراح يعطي الشكل كامل ماشي شباب. الحل هذا المشكل هو هذا الشريط اللاصق من الورق، يعني ورق وجاي شريط لاصق يقولوا له بابي كولون، تقدروا تشروه من عند لي كانكاري ولا حتى من عند اللي يبيعوا لوازم، يعني اللي يبيعوا الادوات المدرسيه عفوا. لهنا كما كنتوا تشوفوا البنات عادي نخيطوا عادي ويتنحى بكل سهوله، وهذه الطريقه اللي راح تجيكم سهله وايضا راح تعطيكم واحد لا فينيسيون ولا اروع. دوك تشوفوا البنات كيفاش تخرج الخياطه للبرا ولا اروع. هذا الشريط ما يسمحش يعني القاذفه انها تكسل عند الخياطه، وهذه هي النتيجه. اما المشكل رانا في المشكل الثالث او المشكل الرابع، هو عندما نخيطوا البنات بعد ما نجو حتى لو كان نجو نسيو برك نجو نلبسوا هذيك القطعه اللي خيطناها ولا مع القذيفه تكسل لو فات انك تلبسيها وتجبديها غير شويه الخياطة راح تتقطع معك. هذا السبب لأنه الخياطة ضغوات ما توالمش في القطيفة. لهذا البنات رانا رايحين سواء عندك سورجيتوز ماذا بيك تخدمي القطيفة غير بالسورجيتوز، أما إذا ما عندك سورجيتوز كما أنا نستعمل زيكزاك. شوفوا البنات الزيكزاك كي تخيطي القذيفه تاعك بالزيكزاك ما راهيش رايحه تطرطق لك الخياطه ابدا، يعني تتكسل قد ما تتكسل ما راهيش رايحه تطرطق لك الخياطه. لهذا ننصحك انك ما تخيطيش القذيفه خياطه مستقيمه ولا ضغوات، بل خيطيها بالزيكزاك ولا بالسورجيتاس.
لهنا المشكل الأخير هو الخامس، وهي العطفة. القاذفة يعني في العطفة تاعها دير لنا مشكل كبير، وهو بسبب انها تتلون. لهنا البنات باش ما تتلولكش القاذفة تاعك استعملي شريط الفيزلين بهذه الطريقة. اطوي القاذفة تاعك وسح فيها غير بالعقل، ومن بعد لصقيها بشريط الفيزلين. انا كنت ديجا يعني وريت لكم شحال من طريقة كيفاش تلصقوا بشريط الفيزلين. اهم حاجة يكون الحديد نتاعكم سخون بزاف. ثاني حاجة لازم ديروا عليه قطعة قماش مبتلة هكايا باش لا فيزلين الا كانت خرجت لك من القطعة تاعك ما ديرلكش مشكل. وتحطوا الحديد وتخلوه مدة معينة هكا باش لا فيزلين تاعكم تحكم معاكم مليح. ان شاء الله البنات تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله يكون فاتكم، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى. وما تنساوش حبوباتي ديروا لي جام والاشتراك اللي ماشي مشتركين في الفيديو يديروا اشتراك، وخلوا لي رايكم في التعليق واسئلتكم ايضا. نرحب بجميع الاسئله والاقتراحات، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.